يعني عندك حديث خصوصا الهدف جميل، أتى في 70 ثانية، هدف ولا أروع، انهاء ولا أروع للصيباري. فرأيك في الهدف ورأيك في هذا الانتصار؟ رأيي في اللاعب نفسه يقدم نفسه كأحد أفضل الموجودين الآن في كأس العالم. إذا كنا تكلمنا عن هاري كين قدراته العالية، وتكلمنا عن بابي الصيباري، حتى في كرة أنا أعتقد أنها أصعب من نفس الصعوبة ارتطمت في العارضة. نعم. لكن اللي نشوفه من هذا اللاعب انه لاعب بقيمة فنية مهارية عالية. انا اعتقد انه مكسب كبير للمغرب بعيد، يعني بيكون هو من المساهمين الاكبر في البطولة. المباراة كانت الحقيقة بصفة عامة، اذا تكلمنا عن المباراة كانت لم تكن نزهة بالنسبة للمغرب، كانت فيها بعض الصعوبة وان كانت الافضلية مغربية في معظم لكن في الدقائق الاخيرة كان المسألة ارتبطت بمنتخب يعني كان زي الوحش، تقدم بقوة المنتخب الاسكتلندي، لكن خبرة المغاربة وثقتهم بأنفسهم عملت له. النقطة الأخيرة تحدث عنها وهبي المدرب المغربي اللي كنت ودي أتكلم عنها في المباراة، إنه أنا ما أدري وش الأشياء اللي يستندون عليها في إثارة بعض القضايا اللي تثير مثل قضية ظهير المغرب أشرف حكيم قضية القضية اللي أعلنت أمس من المحكمة وفي معمعة البطولة، هل هي للتأثير عليه؟ الحقيقة في نقطة معينة أنا الحقيقة كتبتها، أنه يعني مثلا يعني ليش العدالة ما تحضر له في هالتوقيت، أنه مطالبة بالعدالة، مع أنه الأشياء اللي كنا نقرأ عنها بالنسبة للحكيمي أنه كان حتى أنه خلاص اقترب من أنه القضية ستقفل وأنه سيكسبها. ليش تثار الآن؟ هذا فاصل. أنا كنت ودي انه يتم التعامل معه بشكل افضل بالنسبه للتساوي بين المنتخبات والعالم كله. يعني نعم. تعليق بسيط جدا، انه انا كما قال زميلنا العزيز جواد باده، وكان يعلق البارحه على المباراه واثار الحديث اشرف حكيمي وقال له يا جبل ما يهزك ريح. وبالفعل العميد والقائد والكاريزماتي اشرف حكيمي ما اعتقد انه سيتاثر بهذه الامور. هي امور تهم العداله بطبيعه الحال. في مقام اول احنا طبعا نحترم العداله في اي بلد، هذا قرارات سياديه. هذا التوقيت توقيت صعب لما يكون لاعب داخل على معركه مثل معركه المونديال تجيب القضيه، لكن إن كان هناك من يتوهم. ترى ليست المرة الأولى اللي يعلن طبعاً. يعلن في الموضوع في بطولة كأس أفريقيا. كأس أفريقيا أعلنت واللاعب على أنت مش عارف إنه بيدخل. يا سيدي العزيز، من يتوهم على أنه كان يقصد بهذا إيذاء أو النيل من معنويات أشرف حكيمي، هو مخطئ، هو مخطئ. أبو حمزة مهما كانت تؤثر قوي حتى تؤثر على الجماهير. تعرف هو قوته فين أشرف حكيمي؟ ثقته بنفسه، قوته في تاريخه، لكن قوته في العائلة التي يوجد داخلها. لاعبي الفريق الوطني ورئيس الجامعة والجماهير والصحافة والإعلام كلهم مع أشرف حكيمي، فلذلك وفريقه أيضا باريس سان جيرمان فلن يتأثر أبدا. يا جبل ما يهزك ريح أشرف حكيمي يا صابر، ويا جبال ما هزت ريح لجميع نجوم المغرب بالأمس. تعليقك على الجماهير المغربية؟ هذه جماهير شاهدت طبعا، هذه مشارية، هذه جماهير مغربية شاهدت المباراة في مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي يتسع لقرابة 70,000 متفرج بشاشات عملاقة. كذلك الأمر يكون في مدينة الدار البيضاء. جماهير هي فخر للمنتخب المغربي، كما نعم. المنتخب المغربي فخر لهذه الجماهير، يعني الشعور بالفخر متبادل بين الاثنين، فلذلك هو اللي بيصنع هذا الملحمة الجميلة اللي نتكلم عنها. يا صابر، محمد وهبي مدرب المغرب كسب ثقة الجميع اللاعبين، إذن مطالبة انتصار أول ثم انتصار ثاني والاستمرار، حتى وإن صعدنا نريد أن ننتصر بالمباراة الثالثة في ختام دور المجموعات، وكذلك استمرار في الأدوار الإقصائية. يا صابر، محمد وهبي الهادئ الوقور، ده مش مدرب كورة، ده دكتور ما شاء الله عليه. الله. يعني يقدم مستويات بروفيسور في فترة وجيزة، قدر يكسب ثقة الجمهور العربي بشكل عام. تجربة استثنائية. كان في تخوفات طبعا، الركراكي لا يمكن أن نتجاهل نجاحاته الرائعة. كان في تخوف كبير دايما من بعد المدرب اللي بيحقق نجاحات، المدرب اللي بيجي بعده من الممكن أنه يبقى فيه دروب بيحصل في الفريق، إنما لا، شفنا بالعكس التطور مستمر. مهما سألتك سؤال ممكن تجاوب بكل صراحة يا صابر؟ ان شاء الله انا دايما بجاوبك بكل صراحه. يعني المقارنه بدري، لكن كأداء وكشكل وكأسلوب
أيوة أقنع أكثر مغرب محمد وهبي أم وليد ركراكي؟ من المبكر ان انا احكم، بس المؤشرات حاليا مؤشرات، ده مش حكم نهائي، المؤشرات حاليا بتقول ان بدايه وهبي افضل من بدايه الركراكي، انما الاستمراريه هو ده اللي اللي يخلينا نصدر حكم نهائي. صحيح. بثلاثية الجدارة البرازيل في الصدارة. نتابع معكم هدفي كونيا وهدف فينيسيوس. البرازيل تنتصر في هذا المونديال، هذه هي المرة 41 التي تنتصر فيها البرازيل، وعظمة البرازيل ومن حملت 5 ألقاب لكأس العالم ب3 أهداف وأكثر في 41 مناسبة في تاريخ مشاركات كأس العالم. ومن يفعل هذه الارقام غير البرازيل؟ نعم، البرازيل هي كل ملكه الارقام القياسيه في بطولات كاس العالم، بدايه من عدد المشاركات وصولا للتتويج بالالقاب، وكمان زي ما قلنا بالامس انتزعت صداره العدد الاهداف من المانيا في لعبه الكراسي الموسيقيه. بس الاهم من كل ده ان توقعي، رغم كل اللي انت بتقوله دايما توقعاتنا غير صحيحه، توقعي بالعدد الاهداف كان صحيح في مباراه البرازيل. تفضل انت سعد. شكرا لك. شكرا لك. الله يسلمك. العفو. البرازيل ممتعة، ما في شيء جديد. البرازيل انهت المباراه من الشوط الاول، يعني خلاص البرازيل الشوط الثاني اصبح يعني يعيش في نزهه في المباراه بتغييرات 5 وامور كذا. لكن احنا يلفت نظرنا منتخب البرازيل وانه كانه قضيته الاكبر، سواء في المؤتمرات الصحفيه او بعد ما تحدث مدربهم في المؤتمر الصحفي قالوا انه نيمار سيحضر مباراه اسكتلندا، لكن كانه رئيس البرازيل رد عليه دي سيلفا او دي اسمه كذا هو الظاهر ليما دي سيلفا رد في يمازح طفل امس، قالوا له ايش رايك في مشاركه نيمار؟ هل نيمار بيشارك؟ قال احنا عندنا نيمار يتم استدعائه المنتخب ويعمل عن بعد، يعني ما يعمل مع المنتخب، يعمل عن بعد. وهذا دليل على انه شنو الدليل يعني هذا؟ انه ما يشارك في المنتخب، بس انه يستدعى ويعمل عن بعد. زي اللي بديت يعني لا يمس نيمار. لا يا اخي، ما بالعكس. طيب نتكلم اشرح اكثر. هذا التهكم، منتهى التهكم لما يقول لك انه يستدعى للمنتخب ويعمل عن بعد، يعني انه ما يشاركهم، انه بس يشارك في التدريبات وغيره وكذا والاشياء الثانيه، يعني مو عاجبه. مو بعاجبه. الجانب الاخر في البرازيل انه انا اتمنى البرازيل انه يتم التركيز الان على الفريق، انه لانه صار انشيلوتي كل قضيته نيمار تدرب، نيمار ما ادري كيف في المؤتمرات الصحفيه. نيمار الان هو جزء من المنتخب، لكن خليه لين تجي حاجته. الان منتخب البرازيل امس قدم لوحه فنيه في الشوط الاول ولا اجمل، كانه يعيد نفسه. بس لا تنسى انه ضد هايتي. ها يا اخي حتى هايتي الخصم يعني. يا أخي إسبانيا تعادلت مع الرأس الأخضر، منتخبات تعثرت في البداية أو فازت بصعوبة، لكن أمس كان البرازيل فيه جماليات وفيه يعني شفنا لحظات من المتعة والإمتاع اللي نعرفها في البرازيل. منتخب قادر على أن يقدم نفسه شكل. هل رجوع نيمار للمنظومة سيفسدها أم يقدمها أو كلامك دلوقتي بقى على نيمار ورافينيا كمان. أي صحيح، دخل في الدائرة. رافينيا الآن مصاب لكنه عاد يقال إنه رافينيا كإصابة. يعني هيرجع ولا مش هيرجع؟ لا، اللي سمعنا أنه إصابته إنه ما راح تبعد عن إلى درجة إنه جلس مع البدلاء في تألق فينيسيوس. تألق فينيسيوس كونه. بس أسألك سؤال عشان أروح للجهة اليمنى ونختم وياك. تألق فينيسيوس، كنا نشاهد فينيسيوس بنضج أكبر، بروح عالية، بقتالية أكبر، مختلفة عن ريال مدريد. تتفق أم تختلف مع البرازيل؟ شوف، مع البرازيل هو الآن النجم الأول. مع البرازيل هو النجم الأول بدون أي جدال، يعني الكل ينظر إليه. لكن مع ريال مدريد زاحموه بالأسماء، مثل زاحموه مبابي وغيره، لكن يعني المفارقة مشاري قبل ما تروح للجهة اليمنى إنه كل ريال مدريد متألقة في كأس العالم. مبابي متألق مع فرنسا، بلينجهام متألق مع إنجلترا، فينيسيوس متألق مع البرازيل، ودي مفارقة غريبة. إبراهيم دياز كله ما أنا بقول لك كله كان نبيل يختم فيها بالجزئية لأنه ما تحدث فيها، وثم نبيل. السؤال المطروح هو هل أنه المنتخب البرازيلي بعد الفوز بالأمس استعاد هيبته، أم أنه اختبار هايتي لا يمكن أن نعتبره مقياس؟ بصراحة المنتخب البرازيلي بالأمس اطمأن على المباراة منذ الشوط الأول. سألت على فينيسيوس، أنا نشوف أنه مشروع أنشيلوتي في المنتخب البرازيلي الحالي مبني على فينيسيوس. صح. فينيسيوس اللي صنع بالأمس هدفين وسجل هدف. فينيسيوس وثاني هدف له في المونديال. نعم، فينيسيوس اللي يتألق من بداية المونديال مع المنتخب البرازيلي ويقدم في الإضافة ويبرز على أساس أنه نجم داخل هذا المنتخب. فأنا نشوف أنه المشروع المنتخب البرازيلي مبني
على لاعب في حجم فينيسيوس. أنشيلوتي عنده خيارات، لما تشوف رافينيا وتشوف كونيا وتشوف فينيسيوس، المنتخب البرازيلي عنده خيارات خاصة على مستوى الهجوم، حتى بعد دخول أندريك، حتى بعد التغييرات اللي أجراها، وهذا ربما اللي يخفف في أداء المنتخب البرازيلي. لكن شوف أن المنتخب البرازيلي سيكون رقم صعب في هذه البطولة. والله سأتناول المباراة من زاوية مختلفة تماما. هو الفرحة العارمة اللي كانت عند لاعبي المنتخب البرازيلي، ثم أيضا الإصرار اللي كان عندهم في الشوط ضغوطات يمكن على يعني هذا إلى أي درجة أدتهم مباراة المغرب، يعني أنه شعروا بالفعل على أنهم أمام المغرب لم يؤدوا بالشكل المطلوب، أنه البرازيل التي واجهت المغرب لم تكن هي البرازيل حقيقة. الناس قالوا أنه البرازيل حقيقة ربما كانت هي المغرب والعكس صحيح. فالبرازيل أعتقد في هذه المباراة انتقمت لكبريائها وأسست للدخول المباشر للمنافسات. من انتصار البرازيل ب3 إلى لكن كذلك مساعد يعني